يا واد تسيحة، يا ما انت ابن بار وبتوفر العيلة دي كتير وما بتشتريش حاجات خالص. خش بقى على تطبيق كده نشتري شوية حاجات: لابتوب، شنطة لابتوب، ماوس، كيسة، كمبيوتر، شاشة تلفزيون، ريسيفر، تليفون جديد اشتري. ايه تاني؟ انا عايز ايه تاني؟ عايز مثلا مضرب نسكافيه اشتري، عايز خلاط اشتري، عايز كبة اشتري. اشتري الحاجات دي كلها. بقالي كتير ما بشتريش. بس انا اجيب فلوس منين؟ ما معيش فلوس. اما يجي مندوب الاونلاين، المندوب بتاع التوصيل، خلي الحاج يدفع. حجوج يدفع. حجوج ده حبيب قلبي، مش هيرضى ده طبعا. انا معيش فلوس واقف بالمنظر ده ويدفع بقى وخلاص بقى. حاجه توصل بكره الساعه 8، ده انا هلبسه تلبيسه بنت لذينه. ارمي. يا أما ماشي التلفزيون ده حلو قوي. ايه ده الباب بيخبط؟ انت يا زفت يا سيحة، يا زفت الطين، افتح الباب شوف مين يا زفت الطين بيخبط. حجوج الحق حجوج، واحد بيقول ان هو عايزك بره. اطلع له بسرعه عشان شكله حد مهم جدا جدا في الدوله. انا الدكتور قال لي اياك تفتح اي حد غريب، فانا ما اقدرش افتح. اجري يا حجوج افتح. اهلا اهلا حبيبي، مين انت بقى؟ وصلني انك حد مهم، مين انت حبيبي؟ خير يا حاج، اخبار حضرتك ايه؟ انا جاي لك مندوب توصيل من شركه ايديكو للتجاره. مرحب بيك يا حاج. كنت حابب ابلغ حضرتك ان ابن حضرتك سيحه كان طالب مننا حاجات بقيمه 250 الف جنيه، لابتوب احدث موديل، تليفون احدث موديل، كان طالب مننا كبه ومضرب نسكافيه وطالب مننا الحاجات دي، فانا محتاج احاسب حضرتك عشان اخد نفسي وامشي. بتقول كام يا حبيبي؟ 250 ألف جنيه؟ ليه؟ ده أنا لو عرض عليا 50 جنيه هقول لهم خدوه. 250 ألف جنيه ليه؟ بقول لك يا حبيبي أنا مش عايز الحاجات دي، اتكل على الله، مفيش الحاجات دي مش عاوزها، امشي. هو فين الكلب سيحة ده مختفي راح فين؟ أنت يا حيوان! سيحة الكلب! خد هنا. نعم يا حجوج، نعم حبيبي. ايه يا حجوج، في حاجه ولا ايه؟ قول لي ايه اللي حصل؟ انت طلبت الحاجة دي يا كلب البحر يا حيوان ب 250 ألف جنيه؟ طلبتهم ولا لا؟ قول لي. حاجات ايه؟ ما عملتش حاجه. نسيت اقول لك. اصل كان في حد صحابي طالبين مني حاجات، فانا قلت لهم هخلي ابويا يحاسب لكم وانتوا بحاسبوني. لازم تبقى جدع يا حبيبي، مش انت ربيتنا يا جدعان ولازم نقف جنب الناس. وانا بعمل كده انت ليه بتزعل؟ ادفع بقى وانت ساكت بقى، مش لازم هات كارت الفيزا ده قدك على قدك قد كده يا بخيل يا بخيل. تطلب حاجات ب 250 ألف جنيه يا حيوان؟ ليه قاعد أنا على بنك؟ بقول لك إيه يا ابني؟ أنت على راسي ولك كل الاحترام، الحاجات دي أنا مش عاوزها، رجعها رجعها، اللي عايز يفيس يفيس من جيبه يا روح أمك. جاي تقول لي لا تحاسب لهم؟ روح يا رجال أنا بتخر منك يا ولد، شخص عليك وعلى بيض أبوك يا حيوان، حسابك معايا بعد المرة الجاية دي. حابب ابلغ حضرتك يا حاج ان احنا ما عندناش حاجه اسمها مرتجع، وان احنا البضاعه لا تستبدل الا اذا كانت تالفه، وانا قبل ما اجي اخد الاوردر او قبل ما ابن حضرتك يعمل الاوردر انا مأكد عليه ان هيمضي تعهد ان البضاعه مش هترجع الا اذا كانت تالفه، فحاسبني بعد اذنك يا اما هاخد اجراء قانوني مع حضرتك، انت مضطر انك تحاسب، انا مش هرجع الحاجه. اتفضل يا حاج هات فلوسي. ايه ده 250 الف جنيه؟ كتير كتير. امري لله، ابقى اعرف اتصرف فيهم بعدين مش هديك. خد يا حبيبي، خد كارت الفيزا حاسب. امري لله، حسبي الله. يا كلب البحر يا سيح الكلب، حاسب يا ابني. هات كارت الفيزا حبيبي، شكري. دخل حالي جوه، دخلت حبيبي، نورتني. تعوز اي حاجه يا حبيبي اتفضل اتعشى معانا ولا اشرب حاجه، اتفضل يا حبيبي. شكر يا حاج الكرم حضرتك واخلاقك العاليه، شكرا. اتفضل انا بقى، مع السلامه يا استاذنا، مع السلامه يا حاج. سيحة يا فرد جزمة، ده انا مش هسيبك، ده انت هتتعلق، ده انت هتتاخد من رجلك يا كلب يا حيوان على اللي انت البهدله اللي انت بهدلتها له المصاريف اللي طلعت دي، ده انا هطلعها على دماغك. اصحر يا حيوان. اي اي ايه الغباوه دي؟ ما تقولش 250 الف جنيه انت دفعتهم، يعني تفضل ميكانيزم على قلبك كده كتير يا اخي؟ بطل بخل بقى يا اخي. هو انا هسيبك؟ ده انا يا انت النهارده يا سيحة الكلب، كل اللي انا صرفته ده هطلعه على دماغك. استناني استنى. بتطلب حاجات ب 250 الف جنيه يا حيوان؟ ده انا همدك وهجلدك
ان ما كنتش هطلع عينك النهارده ده انا هكرهك في حياتك يا كلب البحر. 250,000 جنيه يخرب بيتك. طب كنت جهزتك بيهم ولا جبت لك اي حاجه مفيده؟ مسيح الكلب، انا هكسرك النهارده. اتحرق يحصل لك زي ما يحصل لك، هوديك على المستشفى على طول يا كلب. لا 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 لا، ما تضربش. ما تضربش ما تضربش. لا. رجلي مفتري، كسرت دراعي. دراعي. وديني مستشفى. انا هطلع معلش واحضر. مش قادر. حازم مش قادر. وديني مستشفى اكشف عليا. انت طبعا تاني. انت جبت لي حاجه في دراعي مش قادر اتحرك. يا جسمي. جسمي كله مكسر عليك. ما اقدر اديك في الحاله. مش هسيبك. انا عارف مش هسيبك. هو انت فكرك يا حيوان الشويتين دول هياخدوا عليا؟ ده انا هنفخك. ماشي خليك مستميت، تعالى. ايه ده؟ لا لا، انت شكلك هتتحول كده. قوم اهرب بدري.